وجل إلى فضيلة الشيخ فرحات عبد السلام فرحات حياه الله وبارك فيه وحفظه فليتفضل بالدور خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أرحب بقناة مواهب وأفكار، هذه القناة الفضائية التي تعمل على نشر العلم وعلى بث الفضيلة بين الناس، خاصة بالأطفال الذين هم فلذات أكمالهم. نسأل الله أن يحفظ القائمين على هذه القناة وأن يبارك فيهم جميعا وأن يسددها على الحق الخطاب، إنه ولي ذلك ومولاه. الأحباب الكرام، لا يفوتني أيضا أن أنوه على هذا المجهود الرائع الذي يقوم به الأخ فهو يجوب محافظات مصر ويطوف في البلاد ليكتشف مثل هذه المواهب التي سمعتم والتي ستسمعون بعد قليل. وأيضا أشكر حضراتكم جميعا لتشريفكم لنا وحضوركم المبارك معنا، وأشكر جميع الإخوة الضيوف الذين شرفونا. لي كلمة بسيطة أقول لأبنائي وأحبابي الذين سيكرمون اليوم، أقول لهم بالفضل عن نفسي ونيابة عن كل إخواني الشيوخ الذين حضروا معنا والذين بذلوا أقصى ما في وسعهم لنرى مثل هذه النتائج. والله حينما أسمع وحينما أرى هؤلاء الأولاد وهم يكرمون وأراهم هم تنطلق ألسنتهم بهذه الكلمات وبهذه الآيات وبهذه الخطط وبهذه الأناجيل، كل هذه الأشياء التي تعلموها، أنسى كل ما بذلت من مجهود. يعني كل المجهود اللي تعبنا، يعني الولد وهو يقرأ القرآن مثلا أو يتكلم بالكلمة، والله أتفكر وأنا أقول له لا يفعل كذا ولا يفعل كذا وفعل كذا، وأنسى كل هذا بل أشعر بفرحة عظيمة جدا لا يقرأ. يكفي أن هؤلاء ويكفي ميزان حسنات نسأل الله سبحانه على ذلك، وفي ميزان حسنات الآباء والأمهات، لأن التوجيه من الأب والأم في البداية، ثم الشيخ يتلقى هذا الولد ويكون معه المجهود، فتكون هذه هي النتيجة، نتيجة خطوات طويلة ومجهود طويل. بس أنا عايز أقول لهم لأبنائنا الكرام، يعني أنتم ما زلتم على بداية الطريق. نحن إن كنا قد بذلنا معكم المجهود وعلمناكم شيئا، فهذه أصبحت أمانة في أعمالكم. هذه بداية المشوار. اجتهدوا واعملوا بما تعلمتم وعلموا الناس. انشروا الخير في وقوع الدنيا كلها. علموا الدنيا كلها كيف كان الإسلام وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تكون أخلاق حضرة كتاب الله سبحانه وتعالى. وإياكم والغرور،
فإن الغرور داء مهلك أهلك الكثيرين. فتواضعوا. الإنسان كلما ازداد علما ينبغي له أن يتواضع، كلما ازداد علما تواضع. لذلك فإن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية من الله عز وجل. وأنتم على بداية طريق العلم. الذي يحفظ كتاب الله تعالى ينبغي أن يتحرك بين الناس بأخلاق القرآن العظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض. فأريد منكم أن تحيوا هذه الحياة، حياة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم الآن طبقتم نصف الحديث الأول، أنتم الآن طبقتم النصف الأول من الحديث، تعلمتم القرآن، بقي لكم أن تعلموه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو من تعلم العلم وعلمه. فها أنتم قد تعلمتم ولا زلتم تتعلمون، فأكثروا واستزيدوا من العلم وعلموا الناس. وأنا فخور بكم جدا والله.